يا جماعة دائما بحكي لا تثقوا حتى بأقرب الناس لإلكم، يعني أقرب الناس لإلكم لا تثقوا فيهم. كلنا بنعرف قصة الشيف بوراق واللي صار معاه، وكيف إنه هلأ رافع قضية على والده لأنه والده تجرأ على أملاكه واسمه والأشياء اللي بتخصه. إحنا بنعرف جانب السوشيال ميديا بس ما بنعرف الجانب المخفي من هاي القصة. لكن فعليا يعني هاي طعنة بالظهر، يعني طعنة عن جد قوية من أقرب الناس لإله واللي كان معتبره قدوة. للأسف بعض الآباء يعني بيسلبوا حقوق أولادهم، وكمان بيتعدوا على أملاكهم، بيتعدوا على الأشياء الخاصة فيهم، على جهدهم وتعبهم بهاي الحياة، وبحكي لك أنا اللي عملتك، أنا كبرتك، أنا سويتك، اتس اوكي لمرحلة معينة، بس بعد هيك أنا اللي رح أسوي وأنا اللي رح أعمل عشان اللي رح يجي بعدي اللي هم أولادي. هم كمان رح أكبرهم، رح أعلمهم، بعدين رح يعتمدوا على ذاتهم، رح يعتمدوا على حالهم. فلا تثقوا بأي حدا عن جد، وما تعطوا هذا الخط هذا الثقة، ما تعطوه عمركم بحياتكم لمين ما كان، حتى لو كان أقرب الناس لإلكم. دائما ما تخلوا حدا يتعدى على أملاككم وحرياتكم وتصرفاتكم وأي إشي أنتم بتقوموا فيه، ما تخلوا حدا يتعدى عليه. لازم يكون في حدود عندك، وما تثق بأي حدا حتى لو كانوا للأسف إمك أو أبوك أو أخوانك. يعني دائما ساعد أهلك، أعطي أوكي رح تعطي من وقتك شوي لإلهم، لكن بالنهاية ما تعطي لحدا تعبك وجهدك، ما تعطيهم أي إشي، ما حدا تعطيه وكالة عامة لحتى تصرف بأملاكك. ما تكون مغفل، ما تكون ساذج مغفل لهاي الدرجة، لأن القانون ما بيحمي ساعتها المغفلين. ما تعطوا لحدا هاي التصاريح، سواء كانوا إمك أبوك أخوانك، لأنه ما بتعرف الضربة من مين بتيجي، بصراحة ما بتعرف أبدا الضربة من مين بتيجي. ودايما خلي بينك وبين أي حدا مسافة، يعني خلي بينك مسافة، وما تطلع لحدا عن أسرار لإلك، عن خصوصا أموالك، يعني أسرار أموالك، إنه تحركاتك في هاي الأموال أو كم معك في البنك أو لا، ما تعطي لحدا هاي المعلومات، لأنه بالنهاية هاي المعلومات خاصة فيك أنت، وأنت بتعرف إنه هاي أموالك كيف بدك تديرها ولمين بدك تعطيها وكيف بدك تتصرف فيها. فشوف بوراق عم نستنى القضية إيش رح يصير فيها، والله يعينك. بس أنت قدها، ورح أكيد أنت هلأ بلشت وعم بتبلش من جديد، وتاني مرة اتعلم من هاي الغلطة الفادحة طبعا. وما تأمن لأي حدا حتى لو كانوا أقرب الناس لإلك، يعني قديش قريبين واللي جابوك على هاي الدنيا، فما تأمن عليهم. وبس والله. وطبعا بحكي هذا أبوه ما أبوه وإنه ويوقفوا بصف الأب، لا يا جماعة، في فرق. إنه أنا لما أكون بيني وبين والدي احترام، وبقدر قديش هو تعب عشاني، وقديش كبرني وكبر من مهنتي بس في فرق لما نيجي إنه حدا عم بتعدى على أملاكك وبتعدى على تعبك وجهدك اللي أنت بنيته من سنوات. هذا إشي مش قليل ومش هين. وبس والله، ويعطيكم ألف عافية.